السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما بنسأل يا جماعة اللحمة بتتغسل ولا ما بتتغسلش، الناس بينقسموا لفريقين وكل واحد له أسبابه. الفريق الأول بيقول أيوة اللحمة بتتغسل، والفريق التاني بيقول لأ اللحمة ما بتتغسلش. تعالوا نعرف أسباب كل واحد فيهم وهقول لكم في الآخر مين الصح ومين الغلط. الفريق الأول اللي بيقول أيوة اللحمة بتتغسل أسبابه إن اللحمة في بعض الأوقات بيكون عليها شوائب من بره، والشوائب دي بتبقى واضحة جدا ونقدر نشوفها كويس قوي بالعين المجردة، زي مثلا شعرة من شعر الحيوان أو حتة تبن أو قش أو غيره. وده بيحصل لو الحيوان مش مذبوح في المجزر أو مذبوح في مكان غير نظيف أو غير مجهز، زي ما بيحصل أحيانا في لحمة العيد. السبب التاني إن اللحمة ممكن تكون ملوثة مكان ما الجزار قطعها ومسكها بإيديه، ممكن طبعا الجزار تكون إيده مش نظيفة. السبب التالت إن بعض الجزارين بيعرض اللحمة بره قدام المحل، بيعلقها قدام المحل، وطبعا بعضهم ما بيغطيهاش، فبالتالي بتكون عرضة للتراب والتلوث. أما الفريق التاني اللي بيقول إنه اللحمة ما بتتغسلش واللي من ضمنهم ال FDA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فدول برضه ليهم أسبابهم. السبب الأول إن غسيل اللحمة بيفسد عملية التشميع أو التيبس الرمي أو ريجور مورتس. إيه هو تشميع اللحمة وإيه فايدته؟ بعد ذبح الحيوان بتحصل تغيرات في جسم الحيوان، بينتج عنها خروج أحماض بتخلي وسط اللحمة حمضي. الوسط الحمض ده بيعتبر مادة حافظة طبيعية بيموت الميكروبات الموجودة في اللحمة. مش بس كده، ده كمان بيخلي طعم اللحمة حلو وأكثر طراوة. لذلك لو نفتكر أيام زمان كانت الناس كلها بتسوي اللحمة يوم الخميس، مع إن الجزارين بيذبحوا يوم الأربع. وده لأن اللحمة لما بتبات أو بتقعد لتاني يوم، عملية الريجور مورتس أو التيبس الرمي أو التشميع ده بتتم بشكل أفضل. احنا لو غسلنا اللحمة وقعدنا بقى ندعك كده، فاحنا كده بنفسد عملية التيبس الرمي أو التشميع بتاعة اللحمة دي وبنخليهاش تحصل بشكل جيد. السبب التاني ليه ما بنغسلش اللحمة، لأن احنا لو غسلنا اللحمة تحت المياه الجارية، فإن البكتيريا الموجودة على سطح اللحمة هتتطاير على أسطح الحوض وعلى جوانب حوض المطبخ، وده هيعمل حاجة اسمها كروس كونتامينيشن أو نقل العدوى من مكان للتاني أو من حاجة للتانية، وده ممكن يسبب بعد كده تسمم غذائي. كمان إن احنا أصلا لما بنغسل اللحمة ده ما بيقضيش على الميكروبات الموجود فيها. إيه ده، هي اللحمة فيها ميكروبات؟ أيوة اللحمة فيها ميكروبات زيها زي أي حاجة ممكن تكون ملوثة أو فيها ميكروبات، أو ممكن الحيوان نفسه يكون مريض وفيه عدوى جوه الحيوان. لكن عموما اشهر حاجه موجوده في اللحمه هي السالمونيلا والايكولاي والكامبيروباكتر، ودي مش بتموت ابدا بالغسيل سواء كان بالميه او بغيره، ولكن بتموت بالطهي الجيد والتعرض لدرجات الحراره العاليه. عند 70 درجه مئويه فيما اعلى بتموت الميكروبات الموجوده في اللحمه. واحنا عندنا في مصر او العرب بشكل عام بنحب نسوي اللحمه بشكل جيد جدا، اللي هي ويل دان، ما بناكلهاش غير هي مستويه كويس قوي، سواء كانت بقى مسلوقه على شكل شوربه او مشويه او وات ايفر كان شكلها، فاحنا بنسوي اللحمه كويس جدا. فدي حاجه ما نقلقش منها، اللي هي حكايه الميكروبات الموجوده في اللحمه بعد التسويه طبعا. ولكن بقى الناس اللي بتاكل لحمه رير او نيه، او بنقول عليها اللي هي ميديوم يعني مش مستويه قوي، دي الناس اللي تخاف من فكره وجود ميكروبات في اللحمه. 70 درجه مئويه كافيه ان هي تموت الميكروبات الموجوده في اللحمه، مش غسيل اللحمه بالميه. كمان غسيل اللحمه بيزود نسبه الرطوبه فيها وبيخلي سطحها رطب وبيخليها وسط جيد لنمو الميكروبات. ده غير ان غسيل اللحمة عدة مرات بيفقدها جزء من القيمة الغذائية بتاعتها. يعني زي ما احنا شايفين كده، في ناس بتنقع اللحمة في المية وتبدأ اللون الأحمر ده أو المية الحمراء دي تكبها وتفضل تغسلها كذا مرة لحد ما تبقى اللحمة بيضة خالص. احنا كده بنفقد جزء كبير من القيمة الغذائية للحمة. لذلك من الكلام اللي اتقال ده فمن الواضح ان من الافضل ان اللحمه ما تتغسلش. طيب يا دكتوره، انت قلت اللحمه بيكون عليها شوائب وحاجات شايفينها بعينينا، نعمل فيها ايه؟ بنشيلها بايدينا او بننزعها بايدينا، الاشياء اللي هي بتبقى واضحه بالعين المجرده دي. اما لو في حاجه مثلا يعني نفسي مش جايباها ناكلها وهي كده وان لازم اغسلها وده شيء نفسي، فاحنا بنشطفها شطفه خفيفه، مش بنغسلها وننقعها ونغسلها بدقيق وملح وننقعها في ليمون وخل. الكلام ده كله غلط تماما. من الافضل اصلا ان احنا ما نغسلهاش خالص، ولو هنغسلها تبقى شطفه خفيفه جدا، وبعد كده بنشيلها من الميه وبنغسلها في طبق عميق في حاجه غويطه، مش تحت مياه جاريه، عشان الميه ما تتنثرش وتنتشر على سطح المطبخ. بعد كده يا اما بالهنا والشفا هتتاكل، يا اما هتتخزن في الفريزر، هنشيلها في الفريزر. بعد ما نطلعها من الفريزر انا عامله لكم فيديو ازاي نفك اللحمه صح، اللي هو ده صوره الفيديو، وهسيبه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. دي كانت حلقتنا النهارده، وطبعا الحلقه دي كانت عن اللحمه مش عن الفراخ. الفراخ لها كلام تاني ممكن نقوله في حلقه تانية ان شاء الله.
أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.